عارف ممكن تغيير بسيط بس يفرق معاك في حياتك كلها، وهو ده اللي حصل معايا في محاولة الالتزام بالأذكار. جبت كتيب حزب المسلم وحاولت إن أنا ألتزم بالأذكار، لكن أوقات كنت بنساه وأوقات كنت بكسل عشان أبقى صريح. لكن وقع في إيدي تطبيق حسن المسلم فيه الأذكار اللي أنا بقولها. والحلو بقى في الموضوع إن هو على موبايلي، مش هحتاج أجيب حاجة مخصوص وأنساها، لا ده هو في موبايلي. يا دوبك وقت ما أنا أبقى عايز أقول الذكر المعين أفتح وأقول الذكر. بقى مش هتشيل هم العد، أنت أول ما بتقول الذكر بتدوس على الشاشة هي اتحسبت خلص. في حالة انك ملقتش التطبيق ومعرفتش تنزله، ادخل جوجل بلاي او الاب ستور واكتب اذكار، هتطلع لك تطبيقات. انزل شوية كده وابدأ اخد لك لفة في كل التطبيقات ديت وشوف اللي هيريحك واستخدمه، ولما تستخدم اللي يريحك اثبت عليه ويبقى احذف الباقي. وافتكر يا صاحبي اللي احنا داخلين على رمضان، يعني احنا لازم نستعد له كويس، واظن ديت خطوة كويسة اللي احنا ننتظم على ذكر الله. انشر الفيديو لغيرك كده واعمل اكسبلور، الدل على الخير كفاية تكسبوا ثواب مع بعض. أعان الله وعناكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. دمتم في رعاية الله. رمضان كريم.